مساء الخير او صباح الخير حسب ما انت بقى بتشوف الفيديو. والله انا جاي طالع كده اتكلم او ارد على كابتن شوبير، طبعا اللي بكن له كل احترام وتقدير اكيد. بس طلع رد كده شويه، رد كده بسيطه عن الكلمتين اللي هو طلع قالهم بعد ماتش الاهلي والزمالك، وان هو طلع بنفسه وقال لك ايه، قال لك ان حوار ضياع الكوره، وان اللعيبه تدور على الكوره ودي حركه مش لطيفه، وده عمرها ما حصلت ومش عارف ايه. فبص، انا هرد الاول رد منطقي جدا، وانا ممكن اجيب لك يا كابتن شوبير اكتر من 20 واقعة حصلت قبل كده لنادي الزمالك مع في افريقيا بشكل عام، او للنادي الاهلي في افريقيا برضه بشكل عام، او هما الاتنين مع بعض، او بره. بس انا هسيب لك كل الواقعات دي خالص، وهجيب لك واقعة عليك انت شخصيا حصلت اصلا مع ايرلندا في كاس العالم 90. ان انت يا كابتن اصلا كنت اكتر واحد بتضيع كورة او بتضيع وقت، يعني بمعنى ان انت كانت اللعيبة اصلا بترجع لك الكورة وانت كنت بتمسكها وتقعد على الارض وبتاع. ف ده انت قانون اصلا الكوره اتغير عشانك، فعلى اساس ايه يا كابتن بتطلع تقول ان ده ما ينفعش وده ما يصحش؟ وحصلت مع الزمالك في ماتش الوداد في تقريبا في 2018. انا مش فاكر، في 2000 2016 تقريبا او 2018، مش فاكر. يا 18، لا يا 18 19 مش 16. حصلت لما اتخانق معاه كابتن مدحت عبد الهادي مع اللاعب الصغير، او مع اللي هو اللي بيلم الكوره بره، والموضوع اتلم وقال لك غلط من عندنا وبتاع، علشان الطفل صغير في الاول وفي الاخر. تمام، يعني هي بتحصل يا كابتن واي فرقه بتعملها. مش فكره بقى ان انا خايف من الاهلي، او مش فكره، لا. هي الفكره كلها ان انا ازاي اكسب. الاهلي بيعرف يعمل الحته دي عامه، وان انا المهم اكسب ما يفرقش. اوقات كتير ودايما بنقول ان ماتش الاهلي والزمالك طبيعي ما بيتكسبش في الملعب اكتر ما بيتكسب في بره الملعب. ففكره انك تعرف تكسب الاهلي بره الملعب دي حاجه حلوه بالنسبه لي. فكره ان انا بقى اعمل حركه زي دي والاهلي بيعمل حركات تانية كتير، منها بيضغط على الحكم، منها بيعمل حاجات كتير. فانا ما بتكلمش والله على الاهلي خالص، الاهلي مش طرف في كلامي اساسا، بس انا بكلمك انت عشان انت اللي حطيت الاهلي طرف في النقطه. ان الزمالك غلط ان هو يعمل ده، وانه ما ينفعش، وانت بتلعب فريق كبير فما ينفعش ان انت تعمله. فانت يا كابتن اصلا كنت بنلعب ايرلندا اصلا في كاس العالم وانت اللي عملت ده. فيا كابتن شوبير، ماتش خلص، لكن تويتات 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 وبتاع. فالموضوع ما مش مستاهل يعني يا كابتن. فانا بس برد على حضرتك لاسباب كتيره، او لسبب واحد، فكره ان انت دايما بتطلع على القنوات وتقول الحياد، وان انا محايد واكتر محايد اعلامي محايد في مصر ومش عارف ايه والكلام ده كله. وبعد اي ماتش بيخلص للنادي الاهلي بيكون خسران، بشوف كميه تويتات يعني مش ممكن. مش واحد حيادي خالص. ف مش عارف اقول لك يا كابتن شوبير والله، بس يعني خلاص ماتش وخلص، الزمالك كسب. وبعدين انت بقى لما تقعد تعمل الكلام ده كله هتدل عليه. ودايما بتحاول في كل المطوشه اللي بيخسر فيها الاهلي عامه، مش بتكلم على الزمالك، ان انت تدي مبرر. زي ما انت النهارده اصلا طلعت تدي مبرر من قبل ماتش مازيمبي، ان الاهلي هيلعب الساعه 2 الظهر في عز النار، مش عارف ايه، وفي مازيمبي او في اسمها ايه، في الكونغو تقريبا. فالموضوع يعني مدعكه. طب ليه يا عم؟ ما مش مستاهله. وغير كده تمام، ما هو طبيعي الفرق دي بتلعبك اساسا كده، هتلعبك اهلي او زمالك. اذا كان الناحيه التانية اللي بيلعبك الناحيه التانية في نص النهائي اللي هو الترجي مع صن داونز بنلعبهم الساعه 6، فطبيعي ان هو هيلاعب اللي واخد البطوله السنه اللي فاتت، والفرقه التقيله عامه اللي دايما بيبقى في ما بينها وما بينها اصطدام في كل المطوشه، اكيد هلعبك الساعه 3. انا عارف ان انت اصلا ده ضعفك، فهلعب على ضعفك. فايه فكره ان انا اروح العبك بقى واقعد اتكلم على الفرقه اللي قدامي، وان ازاي الفرقه اللي قدامي دي هتلاعبني الساعه 2 الظهر، وبتدي دايما مبررات للنادي الاهلي بشكل عام ان هو لو خسر او حصل اي حاجه، فانا باهل الجمهور بشكل عام بتاعه انه عادي يا جماعه ان احنا خسرنا الماتش ده عشان دي اسباب لازم نخسر منها. زي الزمالك برضو لما انت طلعت تدي اسباب، لا هو الزمالك احسن من الاهلي في الماتش، وحتى براي جمهور الاهلي ان الزمالك كان احسن. في فكره ان انا مسكت كوره ولعبت على الاهلي كوره الشوط الاول كله، والشوط التاني طبيعي لان انا رجعت، فطبيعي الاهلي خد الكوره وبدا هو اللي يضغط، وقلنا ان دي غلطه جوميز في الماتش. بس بعد كده لما بدات واحد واحد وبدات انا كمان اروح عليك، انا رحت عليك بكتير. ده انا اخر الماتش راح عليك بثلاث اربع انفرادات لوحدهم، لو جه منهم جونين كان الماتش خلص برقم. ف يعني يا كابتن شوير، الموضوع مش مستاهل ان انت تطلع تدي تويتات وتطلع ترد وبتاع. وطبعا ده ملوش علاقه ان انا بكن لك كل الاحترام والتقدير، بس اتمنى زي ما انت بتقول الحياد يبقى فيه حياد. وشكرا يا كابتن شوبير، سلام.